بلاتي نزيدو هاد اللعيبه هنا ونزيدو هادي هنا. اوكي صافي. المهم تبان اللحيه. اوكي يعني من ديبار هادي هويه ولا هويه بريس هادي، يعني الجورنان ديال الجورنان ديال بني هاشم. لا تيبان والله، لا تيبان راه درتو. نو هويه بريس هادي. لماذا تحاول الطعن بشكل ناري شحال من الحياه جالس تما تيتفرج، تيفكروني بشبابي جالسين تما الحياه وهادي وكل شيء. هادو كاملين، هادو كاع اللي تتشوفوا في التصويره حاردين الكمبيوتر ديالهم بالبورنو والله العظيم، وحق الرب الجليل والله ما تنكذب عليكم. الكمبيوترات ديالهم كلهم محرودين بالبورنو، ولكن دابا جالسين مربعين وتيسمعوا زعما الحياه تيخطب. مباشر او غير مباشر فيما تسميه التنوير رغم معرفتك خونا اللي تيهضر هو داك سميتو العمراني ولا شي حاجه بحال هكا. وعلمك. معرفتي وعلمي لا دخل لك به. شنو سميت هاد الحياه؟ العماري ياك ولا العمري ولا ما تنعرفوش انا. المهم قالوا لي هذا هو دابا هذا هو رونالدو دابا ديال كل مره تيطلع شي رونالدو جديد. المهم هذا هو رونالدو في يامات مدريد، مازال ما صيفطوش لجيفونتيس. دابا هذا في يامات، هذا هو بحال تقول حامل اللواء، حامل هذا هو اللي كل شيء تقطعت ليه يديه وطاح اللواء، هو اللي هز دابا اللواء وغادي تيجاهد دابا. هذا هو حامل اللواء، هو هذا. عرفنيش انت انا شنو عارف رغم معرفتك وعلمك بان ما يقدم هو اقرب للاسلام والمنطق مما تدعون اليه انتم. دابا هذا شي واحد تيسولو شي سؤال ياك، اوكي. اذا من وليتي عارفني ما ادعو اليه وعارفني ما اعرف وعارفني ما اعلم، وليتي سيدي ربي. انك انت علام الغيوب. وليتي سيدي ربي. هذا هو اللي تيحاول يكون زعما كوميدي. نسيت، وكنت علقت عليه شي فيديو قبل. قول لنا فين كاين نعم سيدي باش نقلبوا قبل جيتك انت. الذي يطعن في رساله رسول الله. ناري واحد خونا جالس حداه عواج مسكين، جالس واحد الجلسه معوجه ما عرفش علاش. المهم الا كان مريض الله يسمح لنا. الله صلى الله عليه وسلم وضربوا طليله اللي من نقصدوا نحن بالتنويريين. راه ماشي هو يهضر على اصحاب البولات دابا التنويريين. اي واحد قال لك راه بغيت ننورك، الله يزيدكم نور على نور. ماشي واحد قال لك بغيت ننورك راه يحسب على التيار التنويري. التيار التنويري نعطيك انا اشاره، قرا التوصيات اللي خرجت بها مؤسسه راند الامريكيه في 2003. ناري وما يبداو عاوتاني راند ما راند. عرفتي من فوقاش وانا مقاتل مع هاد راند. عرفتي من فوقاش وانا مقاتل مع هاد راند هادي. وراه من كنت مسلم ومن بعد الاسلام ديما راند تابعنا. جمعيه راند راه مؤامره، راه تتامر، هادي داكشي كامل اللي تتسمعوا على الماسونيه وداكشي راند. ماشي جيمس راندي، واحد المؤسسه راند زعما هي اللي تتنصب لنا دابا الوجيبه باش تطيح المؤامره ضد الاسلام والمسلم والدول الاسلاميه. المهم هي راند. سيروا جبدوا راند في جوجل وبداو جبدوا، ما جبدوش راند ديال بصح، جبدوا شنو تيقولوا في المنتديات الاسلاميه على راند. غتجيكم البكيه، تقدروا ترجعوا للاسلام. زيد. اثناء الحمله على العراق مارس ابريل 2003 قرا التوصيات اللي خرجت لهم مؤسسه لا قراهم علينا انت، قول لنا انت التوصيات، انت قولها لنا راند وتفهمني التنوير اللي كنهضر عليه. علاش تتصيفط. واش مازال الناس خدامين بهذه القضيه ديال سير تقرا؟ هذه هي سير تقرا. تيجي شي واحد تيسولك سؤال تتقول ليه سير تقرا. وقول لنا انت، قول اشرح لنا انت، قول لنا ها هي التوصيات، ها شنو تتقول كذا وكذا، وشنو علاقه حنا راند تمشي هي وكاع شنو العلاقه دابا التنوير مع راند؟ مؤسسه تقول لي بغات وحنا مالنا حنايا. الذي يطعن في عداله الصحابه رضي الله عنهم ويتهمهم بالزندقه، اي نور يرجى من هذا؟ والله عز وجل قد أثنى عليه من فوق 7 سماوات في الكتاب الذي يدعون أنه هو معتمدهم وليس السنة وهو القرآن. هذا مدابز مع القرآنيين. اسمح لنا هذا ماشي كاع معركة ديالنا، هذا مدابز مع التنويريين القرآنيين. صافي بيناتكم، الله يكمل بخير. المهم بعدوا منا حنا طالبين تعادل. اسمح لنا اخويا اللحيه والله ما فراز، انا صحابني مقاتل معانا حنايا. اوكي. أي تنوير يرجى من الذي ادعى لي الكياني يا صاحبي. واش الكيالي ولا الكياني؟ ما كاين شي كياني دابا، هو من مول الكيلو نمشيو لمول الكينا. وهذه واش الكيالي ولا الكياني؟ تنعرف انا الكيالي.
يطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. أي تنوير يرجع في الذي يريد أن يعطل أحكام الشريعة التي أنزلها الله عز وجل في كلامه، والكلام صفة لازمة له سبحانه جل في علاه، والكلام عن الصفات إنما هو فرع عن الكلام عن الذات. دابا هذا ما تيقول والو. انا صحابني شي فيديو فيه شي حاجه ما هذا تيخربق. اوكي واش يقول شي حاجه؟ شكون اللي مفرج في هذا الفيديو هذا؟ واش كاين شي حاجه مفيده غيقولها؟ الله عز وجل حي لا يموت، صفته حية لا تموت. كلام الله عز وجل حي ينبض بالحياة. هو راه حي، هو مغبر، حتى واحد ما تيقراه. هو كاع فين ما دخلتي لشي دار في المغرب تقول لهم فين القران، تبدا تقلب تيجبدوه لك من الفيترينا بحال دوك الكيسان اللي تيخبيوهم للضياف. تما فين تيديروا معاهم القران عامر غبره. حتى واحد ما مسوق لهاد الحياه ديال الله والهضره ديالو. تقول لي انت نحبها نديروا ابستراكسيون من الشريعه الاسلاميه بالقران الكريم والايات القطعيه للقران الكريم، وتقول لي حقا غنجيب شي حاجه اتت بها فهم الناس. اي عن اي تنوير تتحدث وانت تقول وهم يدعون؟ قرا داكشي اللي كيقول بغيتو السميات، قرا داكشي اللي كيقول محمد شحرور في الكتوبه ديالو. اش كيقول؟ هذا مقاتل مع محمد شحرور. مزيانه هذه القضيه هذه. سير شوفوا بينا زوينه. انا جرى حنا راه تاهلنا للفينال. خلي هادو مقاتلين في كاردو فينال وداكشي. حنا راه مزيانين لحد الان ما جبدناش. محمد شحرور تيقول لك حقا الزمن الذي مضى كان زمانا للانثى وهو زمان السلام، ثم اتى زمن الذكور هو الزمن اللي داز فيه الرسالات والانبياء. هذاك الزمان هو الذي سيطر فيه الذكور على المجتمع. قال لك شنو الراي ديالك في الكيالي؟ وصاحبي الكيالي تيقول لك فيزياء الليل. دابا يعني من الديبار، يعني ما رايك في واحد تيقول فيزياء الليل؟ السيد شنو قاري؟ شنو بعد هذاك كيالي؟ شنو الدور ديالو في الحياه؟ شنو دار؟ شنو الكارير ديالو؟ مهندس ولا ما نعرف، مهندس معماري ولا شي حاجه؟ يعني لا. علاش اصلا تيهضر في الفيزيك؟ علاش؟ دكتور؟ لا اظن انه دكتور. يعني شنو علاقته بالفيزيك؟ هذا هو اللي بغيت نفهم انا. شنو العلاقه بالفيزيك؟ يعني انت الا باغي تفهم الفيزيك واش تمشي تصنت المهندس معماري؟ دكتوراه في الفيزياء؟ لا اظن ذلك، لا اظن عزيزي. جيب لي الدليل. واتحداك. زوين داك التحدي. سير تقرا سير. دابا صار الزمان خصنا نعاود نرجعوا للقضيه ديال ان الانثى نعطيوها هذاك القياده على اعتبار انها هي التي تقود الى مرافئ السلام. اتهام زمن النبوه من ادم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه زمن تسلط على المجتمعات البشريه. هاد الخوت مازال متيقين بان ادم بصاح وداك الشيء وكان طويل ما تيبقاو فيا بعض المرات وبعض المرات ما تيبقاوش فيا، يعني على حسن الطيحه اللي عندهم. عن أي تنوير يتحدثون؟ وصرنا نراهم الآن يدعون جهارا نهارا إلى الزنا الصراح ويقسمونه بالعلاقات الرضائية. يدعون جهارا نهارا إلى أن يزال التجريم عن الخيانة الزوجية. نحن لا نقول أن القانون الذي يطبق الآن هو شريعة رب العالمين، لكن ما لا يدرك كله. اوكي ركزوا دابا مزيان، ركزوا مزيان دابا. تيضرب وتيفراني لان دولة امير المؤمنين راه امارة المؤمنين هنايا، فراه ما يقدرش يجي ويقول لك راه المغرب لا يحكم بالشريعه الاسلاميه، راه ما تيحكمش شرع الله، اشهد الشهاده ومن لا يحكم بغير الله فهم المنافقون وهم الكافرون وهم. ما يقدرش. فهنا غادي تيحاول انه يبطبط عليها، تيطبطب عليها بشويه بشويه باش القضيه تبقى مزيانه. خليونا بعيد علينا داكشي الاخر. دابا حنا مع السحرور ومع هادو اللي بحالو، اما الاخرين ما بينا لا، ما بغيناش نمشيو عند ابو النعيم. لا يترك ما امكن منه. الله عز وجل قال لنا هل اللي كاين. غايتنا الكبرى، انا نجيك انا من الاخر، غايتي هي أن يطبق شرع الله في أرضه. ما نحن عليه الآن ليس تطبيقا للشريعة. اسمح لنا والله إلا شجاع. زيد كمل. لكن نحن لا نقول الناس تطبقوا الشريعة الآن. علاش؟ هاد سكرناك دابا. قال لك هاد الشيء ماشي الشريعة وحنا باغيين الشريعة تطبق، ولكن حنا ما بغيناش دابا يطبقوها.
القاعدة الفقهية التربوية معروفة: فقهوا الناس قبل أن تحملوهم على الفقه. يعني دابا هذيك اللعبه ديال التن نفسها ولكن بطريقه اخرى، وخلي حتى يوعاو الناس هاد نديروا الديمقراطيه، حتى يوعاو الناس هاد نديروا. يعني حنا غير مؤهلين ايوا ها هو المغربي مثلا تيمشي تيعيش في الاوروب ولا تيعيش في الامريكان وتيمشي مزيان، كاين حتى شي مشكل. لا خصو حتى نوعيو الشعب. وهادي يعني علاش تديروا هاد الدريبلاج حتى في الشريعه الاسلاميه؟ الشريعه الاسلاميه خاصها تطبق. مين تتمشي دوله الاسلام مين تتمشي وتتغزو واحد الدوله اخرى وتتحكم شرع الله، واش تتقول لهم لا خدموا نتوما بقوانين اخرى نفقهوكم في الدين، هاد نحكموا الشريعه؟ فين عمرك سمعتي هذه؟ فين عمرها كانت في التاريخ ديال الدوله الاسلاميه؟ فين جامي تدخل الدوله تتحكم فيها شرع الله. سالينا شرع الله تيتحكم، الشريعه الاسلاميه تتحكم. ما كاينش شي حاجه سميتها تنفقهوا الناس في الدين، هاد نطبقوا الشريعه الاسلاميه. انا ما عرفتش منين جابها هذه. الناس يعرفوه بعدا، ويعرفوا الله عز وجل شكون هو، ويعرفوا الدين شنو كيفاش داير، ونعلموهم هذه الامور. وإلا حصل من بعد ديك المساله تيسرق بالنصاب اللي ذكروه، بالامور اللي ذكروها اللي سطروها الفقهاء مستلهمين ذلك من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وسيرته وسنته والقران الكريم، ديك الساعه نقطعوا ليه يدو. ما واحد ما عرفش سيدي ربي فين جا ونقول لي حق قال لا الشريعه بغيناها تطبق، هذا هدف نصبوا اليه وما يحيدنا عليه باذن الله عز وجل حتى حاجه، ولكن مسائل كتمشي بالتدرج. عرفتي اخر وحدين يبغيو الشريعه الاسلاميه تطبق هما المغاربه المسلمين. اخر وحدين راه تيقولوها دابا بالعاطفه تيقولوها. دابا تمشي مثلا التعليقات في يوتيوب علاش تيفي، شوف تيفي كيفاش تيفي، هذه غادي تلقى بان التعليقات كل شيء تيهضر على السترة والمراه وقرنا في بيوتكن وتجريم العلاقات يعني الجنسيه واخا تكون رضائيه، التجريم ديالها، وحنا ما عندناش هادشي وهادشي ما خصوش يكون. ومن هنا علاش؟ لأنه هو ما مضرورش، لأنه هو مدبر على راسو. اللي تيقول هاد الهضره هادي هو مدبر على راسو، ما ضروش. بحال ملي كنا تناقشوا في الورث، تيجي واحد تيقول لك راه الذكر حطوا الانثيين مزيانه، واش انت تعرف احسن من الله؟ لانه ما مضرورش. من تيقول له واحد ما مضرورش ما عندوش مشكل مع تطبيق واحد القانون، لانه هو ما مضرورش، يقدر يكون كاع مستافد منه. ولكن اون فوا غادي تسد على ربو بحال طالبان، غادي دير الشريعه الاسلاميه بحال طالبان وغادي تسد عليه وما غادي يلقى فين ينفنف وما غيبقى عنده حتى شي حاجه، وغادير ليه تبلوكي ليه جميع المواقع الاباحيه وغادي يولي يسلخ الحنش على ديك التصويره ديال كادو موسان سيلك. هنا غادي يبان ليه بانه تقولب ويقول لك انا ما بغيتش هذه الشريعه، خصنا شويه الانفتاح، والاسلام دين انفتاح، والاسلام ويدين يسر وكل زمان ومكان والسياق، وهذه هنا تيتبدل تماما. ولكن ما حدو مدبر على راسو وكل شيء غير شفوي، راه غادي يدير فيها هو ابو قتاده تما في التعليقات وفي الفيديوهات وداكشي، لان كلشي مطلوق. هو بالنسبه لي عنده الفسحه قداش مرتاح. فديك الهضره اللي تيقول غير شفاوي، الا شديتي هذاك خونا اللي باغي الشريعه الاسلاميه وخيرتيه ما بين بلاد تطبق الشريعه الاسلاميه واوروبا، غيمشي لاوروبا. ما كاينش شي واحد يقول لك اديني حطني في الدوله اللي تطبق الشريعه الاسلاميه، قول ليه راه شمال الصومال ولا جنوب الصومال تطبق الشريعه الاسلاميه، غنديوك دابا ولا هاك فيزا للسويد، نقطع يدي الى خدا ديال الصومال. اذا هاد الهضره هادي نفاق، ماشي يعني محاوله تبرر واخا هي كلمه مسيحيه ولكن راه مفهومه. يعني انت تحاول ان تتبرر امام الله، تتحاول تجوستيفي الضعف ديالك الايماني امام الله. فشنو تدير؟ انا واحد الانسان عاطيها لسليخ الحنش ليلا نهارا، ما كاين لا غض بصر لا والو، فين ما جات الحلوى تكال، فين ما كاين شي برتوش انا فيه، فين ما كاين شي محرمات انا فيها. فكيفاش تقدر تتبرر امام الله، تجوستيفي راسك امام الله، دير شويه د البالونس ليكيليبر امام الله؟ تديروا بهذا الشيء، ان مثلا تسب وحده متبرجه
تدير تفوطي ضد انهم عدم تجريم العلاقات الرضائيه بحال هذا الشيء هذا، دير فيها بانك فارس مغوار مدافع على الدين، هكا بحال تتحس براسك انك تجوستيفي ذاك الضعف ديالك الايماني امام الله. انا راه زوين ربي ولكن راه غير ضعيف. فهادشي اللي تيديروا هاد الناس كاملين الا تحطوا امام الامر الواقع وعاشوا عاشوا الدوله الاسلاميه كما هي، غتلقاهم حاصلين لان ما عنده ما يدير، ما يقدر يدير حتى شي حاجه. حاصل. شكرا مول الحلوى، صيفط لي شي واحد صيفط لي حلوى في البال. اوكي اذا نكملوا نشوفوا واش باغي يقول هذا. القانون اللي عندنا مجموعه كبيره جدا فيه من الفصول القانونيه مستلهمه من الشريعه الاسلاميه. مستلهمه من الشريعه الاسلاميه. زيد شنو كيفاش؟ مثلا الزنا مجرم في القانون، يعاقب عليه بكذا، لا يعاقب عليه بما نص الله عز وجل. لكن كي قلت لكم ما لا يدرك كله لا يترك ما امكن منه. قال لك اسيدي هذه تي بغينا تحيد. تجريم الشذوذ الجنسي، الشذوذ الجنسي تسميهم المثليين، تسميهم ماشي مثليين على اعتبار انه زعما دي اوموسيكسويل. اومو هي مثل، يعني فحال شبيه. بلا ما تشرح لهم، راه تفرجوا في الفيديوهات ديال الكيس وكل شيء، زعما تيشرح لهذوك زعما تيقول زعما راه ما عارفينش هما شنو هما الهومو، وراه داك السيرش انجين ديالو ديال هذه عامره. راه المغرب هو الرقم 3 في التفراج في الفيديوهات ديال الترونسيكسيوال. المغرب هو رقم 3. شكون تيتفرج فيهم؟ الكفار الملاحده، وتيتفرجوا فيهم المغاربه. صافي راه بنادم تيتفرج. راه هذا صحيح مسلم تلقاه اكبر واحد، يعني تلقاه انت في رقم الصفحه رقم 14 هو في الصفحه 69، ولكن هنا راه صحيح مسلم يتبرر تيحاول يتبرر امام الله، تيدافع شويه. سير كمل اخويا اللحيه كمل. كيسموهم المثليين باش ما يقولوش لا سيدي هم شواذ، شذوا عن القاعده الفطريه. عاودتي اش من قاعده فطريه الله يهديك. شاب ذاك النهار عنده تقريبا شي 15 سنه العام اللي فات، قال لي على القضيه ديال الشذوذ وهذا الى اخره، وهو كان يعاني من هذه الامور هذه. قلت ليه الشذوذ؟ قلت ليه هذا الشذوذ خارج عن الفطره. قال لي لا هذا عادي، انا بجوج رجاله وكذا الى اخره. قلت ليه دوك جوج الرجاله بالمفتيشي خلاو المصريين بصريح العباره الا ينزو احدهم عن الاخر؟ دابا هذا علاش يقول لك الشذوذ هو كاين في الطبيعه؟ يعني الطبيعه ما فيهاش المثليه. يعني انت من تقول هذه حاجه ليست بطبيعيه، ليست طبيعيه، من تقول ليست طبيعيه يعني شنو بغيتي تقول؟ انها ما كايناش في الطبيعه، يعني غير الانسان اللي تيديرها. واخا الانسان هو جزء من الطبيعه نورمالمون خاص تكون طبيعيه، لان اي حاجه دارت في الطبيعه راه طبيعيه، احنا جزء من الطبيعه، فاي حاجه درناها فهي طبيعيه. يعني اغلب الحيوانات عندهم علاقات مثليه، اغلب الحيوانات. دابا كاين جوج الاحتمالات ولا ثلاثه الاحتمالات. الاحتمال الاول هو ان مثلا حولي نكح حولي ذكر نكح حولي ذكر. هذه تكونوا شفتوها، لان ديما في العيد وهذه تقدروا تكونوا شفتوها، ولا في السوق، ولا هذه كاينه موجوده. يعني اغلب الحيوانات عندهم ميولات مثليه. فهاد الحولي اللي نكح حولي ذكر، واش تفرج في بورنهاب؟ وانا غير تنسول واش تفرج في بورنهاب هو يمثل قلدها، ولا جايه من الطبيعه ديالو؟ يعني راه ما يمكنش يدير شي حاجه مخالفه للطبيعه ديالو. حنا تنعرفوا الحيوانات غير مكلفه، تتمشي بالغريزه اللي داير لها الله تعالى. فاذا هاد المثليه د الحولي جايه من الله. ما يمكنش تقول لي يا صاحبي راه ما جاياش من الله. راه الله داير ليه ميولات مثليه. هذاك الله نكح هذاك الله، ماشي الله ما تيدير والو. الحولي كاين، الله ما كاين. الحولي نكح الحولي الذكر حيت الله داير ليه في الغريزه ديالو ديك الميولات المثليه. صافي هذا هو الحل. اعطيني شي حل اخر، يلا قول لي، واعطيني شي التيرناتيف، شي خيار اخر، شي خيار اخرى. اعطينا الا عندك شي خيار اخرى. ما كاينش. تتلقى حيوان بعيد كاع ما ساكن كاع مع بنادم وخدام مثليه 7-0. ها هما البونوبو ما كاين غير نكح، ما تيخليو والو. شي ينكح شي. شنو هادو البونوبو؟ واش قبيله ما سخاها الله؟ لدرجه البونوبو تينكح كلشي وخلطونا سماوه حيوان بيسكسويل.
تيسميوه حيوان بيسكسويال لان تيطحن كلشي الاخضر واليابس. وي قردة البونوبو راه بحال بنادم كبار تا هما وخدامين وتيحلوا جميع المشاكل ديالهم بالسكس، مرتاحين ماشي عنيفين، ماشي بحال الشيمبانزي. حنا بحال الشيمبانزي فينا العنف، هما البونوبو تيحلوا غا تيوقع المشاكل تينوضوها غا توقع المشاكل تيديروا خلطونا. من تيديروا خلطونا كلشي تيرتاح وكلشي تيبرد وتيمشيو ياكلوا البنان وجالسين تياكلوا البنان من الفم ومن لا. المهم مرتاحين. فهاد القردة البونوبو واش شنو ما محلهم من الاعراب؟ واش الله اللي داير ليهم داك الشيء في الغريزه ديالهم ولا تعلموه من بورن هاب؟ انا بغيت غير نفهم. وتيجي واحد اللحيه تيقول لك لا راه حكا شذوذ ماشي طبيعي. ايوا ما بقينا عارفين حنا والو. انا تيبان لي المثليه راه طبيعيه، راه جزء من الطبيعه ديالنا. كاينين ناس اللي عندهم ميولات جنسيه، ميولات مثليه. أو أحدهما الآخر. قال لي قلت له أحدهم بفطرته يلعب دور الأنثى والآخر يلعب يعني. سمعتوا الذكاء؟ يعني هذاك الجي اللي نيجاتيف تيمثل المراه. شو سمعوا الذكاء؟ والمراه السحاقيه اللي مع سحاقيه وحده تتمثل الراجل وحده المراه. الذكاء اصاحبي هادشي فين توصلوا انتم لهادشي؟ أصل الأمر ذكر وأنثى. ما شذ عن هذه القاعدة فهو غير طبيعي. هذه ما كاملاش واحد 6 شهور تقرير علمي زلزل الأوساط العلمية. ديما زلزال الاوساط العلميه. عرفتي تيمثلوا لنا العلم، والعلم راه خدام كل نهار. تمشي المجلات العلميه نيتشر هذه المقالات العلميه ما كاين لا زلزاله لا ما زلزاله. يعني خدامين العلماء، خدامين كل نهار خدامين تينشروا الابحاث وهذه والنقاشات. لا الاخرين تيصوروا لنا بان راه العلماء هما واحد 70 واحد مجموعين في شي بلاصه وتيجي شي واحد وتيزلزل وكل شيء تيتزلزل وتيبقى يجري. وكيف وشنا نديروا دابا وحصلنا وناري. هكا تيصوروا لنا الحياه الاكتشافات العلميه وداك الشيء. راه والو تتلقاها ورقه علميه دارت الناس هضروا عليها وصافي ودازت. لا دخل للجينات بالشذوذ الجنسي. يا وصافي مزيان. يعني هذاك البونوبو ما انت علاقه بالمثليه، غير هو باغي الله صوب ليه داك الشيء. قال ليه شوف الله برمجو انه ينكح الاخضر واليابس، ما كاين حتى شي مشكل. لا دخل للجينات. ذاك لو جين هوموسيكسويل ولو جين كريمينال ولو جين لا قال لك لا دخل للجينات بالشذوذ الجنسي. ما بعيدش، هذا اخر ما توصل اليه. حنا بغيتو تهضروا بديك الهضره ديال دوك الناس، حنا نهضروا بالهضره ديال دوك الناس. هذا تنوير. رجل ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله، قال له وجدت امراتي مع رجل، ماشي في الزنقه. اوه حبس 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 ناري 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 ناري. هذا من يعني نسيت هذا الحديث. هذا من اجمل الاحاديث الموجوده في المراجع في الارث الموروث الاسلامي. علاش نسيته؟ مهم هذا الحديث هذا خصنا نهضروا عليه بزاف. عرفتي من اجمل الاحاديث. زير اخويا اللحيه ركزوا مزيان، ركزوا زوين هذا الحديث هذا. الدار وماشي تقرا عليه القرآن، يعني في حالة معصية تلبس أو تعري إن شئت. فكيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام إما أربعة شهداء أو حد في ظهرك. الله الله الله. شكرا اخويا اللحيه، شكرا اختي اللي صيفطتي لي الفيديو، لان هذا الحديث هذا ما عرفتش علاش مشى ليا من ذاكرتي تماما. هذا الحديث هذا من اجمل الاحاديث الموجوده في الاسلام. خونا حصل مراته مع راجل في الدار، او المهم كاين بين علاقه ديال مرته مع راجل اخر. مشى عند الرسول قال ليه راه مرتي تدير السيكو سيكو مع خونا. قال ليه الرسول اما غادي تجيب 4 ديال الشهداء ولا غتاكل العصا فوق ظهرك، لان راك هذا تيتسمى قذف. الا ما جبتيش 4 ديال الشهداء قذف. شتي شحال زوينه؟ واش كاين شي دياته اكثر من هذه؟ دابا انا تنسولكم لان مصدعيننا ديوت ما ديوت ما دي. واش كاين شي طب ديال الديات اكثر من هذه؟ قولوا لي. تلقى مرتك مع واحد في الدار وما عندك ما دير، لان ما عندكش 4 الشهود، لان مستحيل في الاسلام طبق ديك القضيه ديال 4 الشهود.
كيما بغيتي دير مستحيل، امبوسيبل. ما كاينش شي حاجه سميتها 4 الشهود غادي يشوفوا المرود في المكحاله، ما كايناش. من غير هادوك الا كانوا ما نعرف هما خارجين لانيشان، خارجين للزنقه والمرود والمكحاله خدامين والناس يجيو تيطلوا وهما مخليينهم وداكشي. وراه في الافلام د البورنو مول الكاميرا خصو يهبط من التحت ويدور من الجنب هاديه باش يشوف المرود في المكحال. هذه في افلام البورنو اللي خدامه على البورنو، اللي خدامه على المرود والمكحاله، اللي راس مالهم هو المرود والمكحاله، وعلى حساب الزاويه باش تشوف المرود في المكحاله. تيدير الالعاب البهلوانيه باش يخشي الكاميرا باش يقدر يبين لنا المرود في المكحاله. فكيفاش انت غادي تشوف 4 ديال الناس غيشوفوا 2 ديال الناس مخبيين باش يديروا السكس تحت المنطقه ومخبيين والظلام والسد الباب وهادي، وغيجيو وغيخشيو عينيهم في المرود من المكحاله ب4 بهم والاخرين مريحين خدامين، تيقول لهم صافي شتوا المرود والمكحاله وسيروا دابا تشهدوا. ودابا شرحوا لنا واش بوسيبل هاد القضيه هادي. شي واحد واش يقول لي واش بوسيبل في الاسلام ان 4 يشهدوا؟ اذا انت كمسلم الا شتي مرتك ناعسه مع واحد هزك الماء مشيتي فيها، واش هادي ماشي هي الطوب ديال الدياته؟ راه كاين حديث ما عرفتش واش هو هذا الحديث اللي ذكر، كاين حديث اخر بمعنى الصحابي قال لك واش انا غادي نخلي مراتي في الدار ونمشي نقلب على 4 ديال الشهود رجال، خص يكونوا رجال ونجيبهم، يعني تيبين بان راه هذاك الحديث ما هذاك القضيه ما خدامش. يعني كيفاش غدير اصاحبي؟ كيفاش غدير؟ انا تيبان لي القانون ديال تجريم الزنا ولا كما سماه هذا في المغرب هو اقصى، يعني صعب من القانون الاسلامي، لان على الاقل في المغرب غيشدك مع وحده غيديك. صح ولا ماشي صح؟ في المغرب ما كاينش 4 الشهود ومن هنا غيشدك مع وحده غيهزوك سالينا، ما محتاجينش 4 ديال الشهود حنايا. إذا هذا القانون غير الإسلامي هو قاسي أكثر، لأن على الأقل تيطبق وممكن يتطبق، أما ديال الإسلام راه ما يمكنش يتطبق. يعني الإسلام بمعنى آخر يشجع على الزنا. وي الإسلام يشجع على الزنا لأن امبوسيبل تطبق عقوبة الزنا إلا في حالات بحال مثلا حالات حمل، امرأة حملات مثلا، وحده ما مجوجه ما والو حملات، وهذا راه تعاقب. يعني الراجل مسلك ما تيحملش، او بالاعتراف يجي شي واحد يقول لك انا درت بحال معيزو او المراه الغامديه، هادو تيجيو تيشهدوا تيقولوا انا درت، تنعترف انني درت. اما 4 الشهود نسى ما خدامش. اوكي زيد كمل وركزوا مع الشيخ لان راه هذا الحديث ما عرفتش علاش ذكروا، انا والله ما عرفت، هذه هي العصا في الرويضه، ما علاش ذاكر انت حديث اللي غادي يضرب لك كل شيء في الزيرو، علاش؟ تقول يا رسول الله رايتها بعيني وسمعت باذني، تيقول لي اما 4 شهداء او حد في ظهرك. قال لي يا رسول الله يجد احدنا ما ان تكلم به حد في ظهره 80 جلدة، وإن صمت عليه صمت على ما يقطع أوصاله من الغيرة. قال ليه يعني اللي ما تيفهموش العربية، قال ليه يعني إلا هدرت غادي تفرشخوا لي ظهري، وإلا بقيت ساكت غنتقطع من الداخل. يا ما عندكش 4 ديال السود غادي تشد في حنكاليس الفقصة. قال لي 4 شهداء وحد في ظهرك. علاش؟ حيت هادشي اللي كان من بعد وينزل الله عز وجل بسبب هذه التخفيف في قضية الرجل الذي يجد زوجته في حال خيانة زوجية متلبسة ولا يجد شهداء، دار لهم قضية اللعان. اوكي ناري شحال والله الا هاد اللحيه هذا ظريف، والله العظيم تظريف بالله. عرفتي شحال من قصبه خشى دابا في الرويضه ديالو، هو غادي كان غادي مزيان، كان غادي تيهضر على الشحرور، المسائل غاديه مزيانه شويه، هو يقول عرفتي شنو، انا الرويضه ديالي غادا نحيله غنخشي فيها 2 قصبات. فخشى القصبه الاولى ديال الحديث وهو دخل دابا القصبه ديال اللعان. زيد قول لنا اللعان شنو فيه؟ يشهد 4 شهادات والخامسه ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات والخامسه.
هذا من شرع الله عز وجل وآيات قطعية. إلا ما كانش من هذا الشيء واللي غنطبقوه. وعامره في خاويه راه ما خدامش معانا هنايا، فهمتي؟ عامره في خاويه ما خداماش معانا، راه ما خداماش معانا حنا. عامره في خاويه راه حاضيين حنا، فهمتي؟ راه حاضيين على القرص. واسي محمد صافي قال لك خفف الله واللعان وهادي ويدوز، زعما راه اللعان راه زعما حل لنا المشكل ديال الزينه. ورا اللعان راه والو، اش غيدير اللعان؟ قال لك اللعان هو دابا نتايا نفرضوا نتايا اخويا فينا هو شي واحد هنا مجوج باش نديروا ليه مثال ديال مراتو، ناخذوا الغليمي ما تيتقلقش. خي الغليمي انت جاي للدار لقيتي مرتك مع واحد الغليمي اخر، جاي داخل لقيتيها مريحه مع واحد الغليمي اخر، خدامين يعني ما كاين حتى شي شوبه، باين الامور باينه، القضيه محركه. فانت قلتي اوكي اشنو ندير دابا؟ ما عنديش 4 شهود، بديتي تتصيفط في ايمات وتتصيفط التليفونات. يا خويا خاي منير اجي تشوف المراه ديالي ناعسه ما جاتش اصاحبي، مقوده يعني خايبه حتى التعاود. وانت تفكر قلتي ولكن الله خفف علينا، دار لينا اللعان. فانا غنمشي دابا وغادي ندير اللعان، غنشهد ضد المراه ديالي. شنو هو اللعان دابا؟ لان اللي دوزها لينا اللحيه دابا كاع ما شرحها لنا، علاش يشرحها لك؟ ما يفسر الماء بالماء. فمشى انت مشيتي اخويا الغليمي دير اللعان. شنو هو اللعان؟ غادي تمشي غادي تقول انا تنشهد ان مراتي دارت كذا وكذا، يعني انني صادق فيما اقول، انا صادق فيما اقول. تقولها 4 المرات، وفي الاخر غادي تقول لعنه الله على الكاذبين. يعني الا كان هادشي اللي تنقول انا كذوب فالله يلعنني انايا، بغيت اللعنه ديال الله تنزل عليا. غايجيبوا المراه ديالك، المراه غادي دير نفس الشيء، غادي تقول بانها صادقه واللعنه عليها الا كانت كاذبه. شنو التحل دابا؟ شنو التحل الاخوان؟ فينا هو المشكل اللي تحل دابا؟ يعني انت تتلعب دابا على شنو؟ تتلعب على الايمان ديال هذيك اختنا مرت الغليمي اللي غادي تجي وتقول اسمحوا لي اشهد ان لا اله الا الله، انا اشهد الله انني كذابه. يعني هادشي اللي انت لاعب عليه دابا. واش كاين شي واحد تيشهد على راسو باش يقطعوا ليه راسو؟ يعني هي تشهد على راسها باش يدخلوها في حفره ويرجموها؟ واش شنو هادشي هذا؟ كاين شي واحد غيديرها زعما؟ هذا هو اللعان. يعني ما تيحل حتى شي حاجه. مشيتي انا والله الا انا قلت الحق، لا والله الا انا قلت الحق، ايوا سير. ولكن راه الحديث ما كملوش، ماشي هذا الحديث ما كاملش. هو ذكر لنا غير النص ديال الحديث، راه مازال الحديث طويل. يعني شي واحد الى يجيب لنا الحديث ديال هاد خونا هذا اللي مشى عند الرسول، شي واحد يجيب لنا الحديث الاخوان لان طويل ومهم ما كملوش. لان راه ماشي انا تيسالي، لان هاد السيده هادي الا ما خانتنيش الذاكره غادي تحمل، مرت هاد خونا هذا غادي تحمل، وغيديروا اللعان، هي وراجلها غيديروا اللعان، وهي غتنكر وغادي تمسح السما بليقه، هو غادي يقول بانه صادق وغادي تحمل هاد المراه هادي. ولكن خص شي واحد يجيب لنا الحديث هو جوجل. هل نقلب على الحديث نتوما من الكسالى لا حديث لطيف والله الا زوين هذا الحديث هذا. لاسي نسيتو وفكرنا فيه اللحيه. سميتو حديث اللعان، شي حاجه بحال هكا. اوكي ها هو، والله الا هو بالله لقيتو مزيان. واسمع عليا دابا الحديث، بلاتي نشوف بعدا واش هو هذا. اوكي
حدثنا عمران ولا أخبرنا عمران بن يزيد الدمشقي قال حدثنا. ندير لكم الصون 3 ولا بلاش؟ بلا صون 3 نديروا أبو كليبة يقرأ لنا الحديث. أوكي بلاتي خصني نوجد الماتيريال. عندك يتقلقوا الحياة. أبو كليبة راه أصلا مصدي دابا. الله 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 الله. السلام عليكم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. والله كورونا حسبناه جنديا من جنود الله فخورنا وعذبنا وأصبحنا من القرقفين والخوافين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الحديث هو حديث هلال ابن أمية. والحديث يقول: أخبرنا عمران بن يزيد الدمشقي قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان وحدثنا عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السمحاء بامرأته. هلال يا أحبة حتى نشرح الأمور حتى يستفيد الإخوة وتستفيد الأخوات إن شاء الله. هلال ابن أمية قذف شريك بن السمحاء بامرأته، أي أن شريك بن السمحاء كان يضاجع زوجة هلال بن أمية. فقال هلال بن أمية: إن شريك بن السمحاء يجامع زوجتي، يطأ زوجتي، والعياذ بالله. فماذا يفعل الصحابي في هذه الحالة؟ ذهب إلى رسول الله فأخبره بذلك، قال له: إن شريك بن السمحاء يضاجع زوجتي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: 4 شهداء وإلا فحد في ظهرك. الرجل حتى لو دخلت بيتك ووجدت فيه زوجتك وهي تنام مع رجل آخر تحتاج 4 شهداء وإلا فحد في ظهرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يردد هذا الكلام، ردده مرارا، يعني يكرر هذه الجملة: 4 شهداء وإلا حد في ظهرك، 4 شهداء وإلا حد في ظهرك، 4 شهداء وإلا حد في ظهرك. كرر هذه الجملة مرات عديدة. فقال له هلال: والله يا رسول الله إن الله ليعلم أني صادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الحد، لأنه الآن سيحد. وهذا ما لم يذكره الأخ في معرض كلامه، فنصحح إن شاء الله، لا بأس ولا حرج، لأن هلال سيحد الآن لأنه قذف شريك بن السمحاء وليس عنده شهود. فزوجته نكحت من جانب وهو سينكح الآن من جانب الآخر، نكاح مزدوج لهلال المسكين، ينكح مرتين، نكحه شريك والآن سينكحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالضرب، لا نقصد نكاح بالمعنى الحرفي طبعا. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان، يعني آية اللعان نزلت بسبب هذه الحادثة: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. فدعي هلال، جاء بهلال الآن وجاء بزوجة هلال التي كانت تعمل الفاحشة مع شريك بن السمحاء. تركيز يا إخوة بارك الله فيكم، تركيز، لأن المسألة متشعبة وفيها الكثير من التفاصيل إن شاء الله. يعني لا تركزوا فقط في المسائل الجنسية، بل هناك فوائد وهناك ثمار نجنيها إن شاء الله من هذا الحديث. فدعيت المرأة ودعي الرجل، فالآن هلال واقف الآن، هلال ابن أمية، وبجانبه زوجته، وهو يشهد ضد زوجته الآن. فقال:
يعني فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، يعني الزوجة الآن تقول عن زوجها أنه كاذب. فلما وصلت إلى الشهادة 4 أو 5 قال رسول الله: وقفوها فإنها موجبة. يعني الآن المسألة حرجة، وإذا دعت باللعن على نفسها فالله سيلعنها. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته استوقفها، لم يستوقف هلال بن أمية، بل استوقف الزوجة. تأمل فادي عسير، ولكن مش موضوعنا. فوقفوها فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، أي أنها قالت أنه كاذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء لم يذكره الأخ الفاضل في خضم حديثه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به أبيض صبطا قضئ العينين فهو لهلال بن أمية. يعني هذا الولد، وهي حملت من هذه العملية الجنسية، أنه عندما تتلد هذا الولد إذا كان أبيض بيض صاحبي بيض، إذا كان أبيض صبطا قضئ العينين فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، يعني مربو شعره مكردد وعزواه ورجليه رقاق، فهو لشريك بن سحماء. أقول سمحاء، هو سحماء شريك بن سحماء. فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين، يعني أنها ولدت ولدا من الزاني من شريك، أي أنها كانت كاذبة. وهذا الرجل هلال المسكين قال الحقيقة. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولها شأن. باش تتسنى ورا تسالى الحديث صافي. يعني شنو استفدنا دابا؟ شنو الخلاصه؟ ما استفدنا والو. يعني راه مصيبه اكثر. راه هاد خونا هاد هلال غادي يربي ولد شريك. غيربي ولد شريك لان الولد للفراش، فغيربي ولد شريك. اذا اخويا اللحيه اللي تتعاود لينا هاد العماري ولا العمري، شنو استفدنا من هاد اللعان اللي ذكرتيه لينا؟ زعما بحال راه الله حلل شي. واش القانون المغربي قود من الشريعه الاسلاميه ولا في هذه الحاله هذه في الزنا؟ انا تيبان لي القانون المغربي صعب لان ما فيه لا لعان لا شهود لا حتى شي حاجه. غادي يحصلوك غايديوك سالينا، ما كاين لا هادي لا هادي. اذا صعب، ما تنقولوش انه زوين، ولكن صعب. لان الا جينا طبقنا الشريعه الاسلاميه في هذه القضيه هذه، شكون اللي غادي يمشي في الرجلين؟ شكون غيمشي في الرجلين؟ غيمشيو العيالات اللي تيحملوا، لان الحمل راه صافي حملات، ما عندك ما تحتاجش 4 ديال الشهود. وغيمشيو فيها دوك الحماق اللي يبداو يعترفوا، ويقدروا يمشيو فيها حتى دوك اللي تيعترفوا تحت التهديد. نفرضوا سيدي حنا واحد الراجل بسيكوبات، وما اكثرهم في المغرب بسيكوبات، هدد مرته قال لها الا ما اعترفتيش بانك درتي الجنس مع راجل اخر غادي ندير لك شي مصيبه، نقتل ولدك، نقتل امك، نقتل جدك، نقتل هذه. غير مثال. ها هي تمشي تعترف، اش غادي يوقع؟ غادي يقتلوها، غيرجموها. غيرجموها لان اعترفات. الاعتراف غيرجموها. واش هذا قانون؟ يعني ما فايد بتا شي حاجه. ومين تيطبق تيكون كارثه. بحال ماعز واحد متخلف عقليا راه يشهد لك باي حاجه، يقول لك انا اللي قتلت هتلر،
ما عنده حتى شي مشكل. باش غادي تعرفوا نتايا بانه راه شاد راه بصح ولا ماشي بصح. كاين ناس عاوتاني اللي سادي ماشي ساديين، دوك اللي عزيز عليهم يعذبوا راسهم، يقدر يمشي يعترف غير هكاك. هذه راه تتوقع اليوم. راه كاينين الناس تيعترفوا بجرائم ما داروهاش. كاين في ميريكان الناس تيعترفوا بجرائم ما داروهاش، ما عمرو دارها، ولكن تيعترف. هو تيعترف بها، تيقول لك انا درت. على الاقل تما غيدخل الحبس، ويقدروا يلقاو من بعد انه لا راه ما دار والو يخرج. ولكن في الاسلام راه غيخشيوك في حفره وغادي يفرشخوك يقتلوك بالحجر. اش غدير؟ فما نفعتينا بوالو اخويا اللحيه، وبين درتي لنا واحد ما عرفش يعني الناس اللي تيتسناو ما عرفش واش تصدموا ولا ما تصدموش. دابا واحد مريح تما من دوك اللي مربعين يديهم وتيسمعوا الخونه تيقول ليه بان راه الحد او يعني 4 شهداء او الحد في ظهرك، ومن بعد قال لهم خفف الله ونزل اللعان ويدوز. زعما شنو شرحتي لينا؟ شنو فهمتينا؟ شنو هو الحل؟ حتى شي حاجه. كاين عندنا راه اصلا باش نرجعوا للمساله ديال الشهود، علاش اصلا كاين 4 ديال الشهود وخص يكونوا رجال؟ ما دايز الشهاده ديال المراه، ما دايزاش في هادشي هذا. خاص 4 ديال الرجال ويكونوا، خلينا من بلا القضيه ديال الافك وعائشه وداكشي، بلا بها. واش زعما المشرع الاسلامي ما عارفش بان المساله مستحيله؟ لان كان باغي زعما غير 4 الشهود يقول لك اوكي، مثلا الراجل فوق مراه راه صافي، راه تيديروا الجنس عريانين بجوج وهو فوقها. لا، 4 وخصهم يشوفوا المرواد في المكحاله. راه من سابع المستحيلات. راه واخا تجيب انت 100 واحد ويهجموا على شي بيت فيه وحده وواحد تيديروا الجنس، غير الباب يتحل غادي يجمعوا يطويو. زعما هما يتحل الباب يبقاو يكملوا، زعما المرواد غيبقى خدام مع المكحاله. راه كلشي غيحبس. فين غادي تقدر ديك الساعه تشوف انت شي حاجه؟ وانت براسك تكون تتنكح وما تتشوفش القضيب ديالك. يعني ما بزاف اصاحبي، راه امبوسيبل هادشي هذا. فشنو الحكمه من هادشي هذا كامل؟ راه الحكمه هي الستر الاخوان. الستر هو ان الا شتي شي واحد تيدير شي حاجه سد فمك وزيد. هذه هي الحكمه، سد فمك، ماشي تمشي تشهد والناس يتعاقبوا. هذه هي الحكمه. ولكن حيت حكمه ديال كور وعطي العور تطيح في مشكل من تكون عندك، من تكون القضيه متعلقه بك انت ومراتك مثلا. هنا تيولي مشكل كبير. يعني ديك الحكمه تقدر تصدق غير في الناس، مثلا غادي شتي شي واحد مع شي وحده تتقول وصافي الله يستر وهادي وتدوس. ولكن من تجي انت لدارك وتلقى مراتك مدخله راجل، شنو غدير؟ يلا الدين ديال راه انت النهار كامل وانت ديوت وانت ما تغيرش وهادي. وجاوبنا، انت مسلم مشيتي دابا في دوله تطبق الشريعه الاسلاميه، مشيتي لقيتي مرتك في الدار مع واحد، اش غدير؟ اطلاق وي بيان سير، اطلاق راه هذا هو الحل. هادي وتنهضر لك على الحل الاسلامي. اش غدير؟ غتمشي دير اللعان؟ ها انت درتي اللعان، هي ما تشهدش على راسها بانها كذابه بيان سير، لان ما تبغيش تترجم. وماشي حل اصلا، ماشي حل. لان يعني حتى هاد خونا هلال اللي هضرنا عليه في الحديث، يعني نمشيو حنا بعد. انت مثلا مجوج واحد السيده 20 سنه ووالد معاها 8 ديال الدراري، راه واخا دير اللي دارت، واش تبغيها انها يدخلوها في حفره ويفرشخوها بالحجر؟ يعني غير سؤال. انا تنظن قليل الرجال اللي غادي يبغيو ان هذه ما خايبه، تبغيها تعاقب مثلا، تبغي شي حاجه، ولكن ما تبغيش ان يدخلوها في حفره ويفرشخوها يقتلوها، لان انت ما تستافد والو في الاخر. اصلا انت ما تستافد والو، غادي تبقى عندك 8 ديال الدراري انت مربيهم وداك الشيء، هادشي الا ما كان عندك قلب. فاذا شنو الحل اللي عندك؟ الاسلام تيقول لك سد فمك وكمل حياتك. هادشي اللي تيقول لك الاسلام بطريقه غير مباشره، هادشي اللي تيقول سد فمك وكمل حياتك. ومين تكون جاي في الليل عيط، ما تجيش تدخل للدار ديريكت، لان تقدر تشوف شي حاجه لا تسرك. هذا تيتسمى الاتيكيت الاسلامي. الاتيكيت الاسلامي هو خاصك ما تجيش وتدخل للدار، يعني انت جاي مسافر ولا جيت تدخل عياط وعلام وهذه، لان تقدر تدخل وتلقى شي حاجه لا تسرك.
ومن بعد تيبجيو يهضروا لنا على الدياته وهذا ديوت وهذه. راه اكبر دياته هي الولد للفراش، هي اكبر دياته كاينه. هو انت تتربي ولد على انه ولدك وانت عارف انه ماشي ولدك. وها هو خونا هلال بن اميه غادي يربي مامادو لينا واحد راه بطيبه